السلامة، معكم نهال. واليوم باش نعمل مع بعضنا عجة مرقاز تونسية محرحرة ياسر بنينة وياسر سهلة. تابعوا برك الفيديو للاخر، متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل حاجة جديدة نعملها. شوفوا المنظر، شوفوا الشكل، شوفوا البنة عندي سنين وسنين عليها على عجة المرقاز. تابعوني وتشوفوا التفاصيل. عندي فلفل حلو وحار، بصل وعظم، طماطم والمرقاز متاعنا. نجي نقطعوا اكل بصل مكعبات كما تشوفوا هكاك، قطعوه مكعبات. نجموا ما تصغروش فيه اكثر من هكاك باش تبدا موجوده ما تذوبش خلاص. كملنا قطعنا البصل نحطه في الطبق هاكا. توا نقطعوا مع بعضنا الطماطم، زاد تقطعوها مكعبات باش ما تبداش كبيره هكا، الطيب النفيسه هاكا. كعبتين طماطم يزيو بصلة كبيرة هكا. كملنا قطعنا الطماطم نحطوهم. توا نقطعوا مع بعضنا الفلفل، زاد الفلفل نقطعوه مكعبات. هذا فلفل حلو باش نعمل شوي فلفل حار. باش نكملها من بعد اكا نص الفلفلايه الاخرى باش يبدا الفلفل موجود، ونحطها في المهم في الطبق هاكا. من بعد جي نقطع المرقاز، شوفوا شويه مرقاز كيف هكا توكل ما شاء الله، تعملهم عجه هكا بالعظم والكل تجيك بيسر بينا وتوكل هاكا. نكمل نقطعهم ومن بعد نمشيو طول للغاز. اخذنا المقله متاعنا، حطينا فيها شويه زيت يسخن الزيت متاعنا، ومن بعد نجيبو مع بعضنا اكل مرقاز اللي قطعته، اللي يتسمى في مصر سجق، يتسمى سجق، هم عندهم يتسمى سجق ونحنا عندنا مرقاز. نشحتهم مليح. بالطبيعه هو معروف انه هو يبدا مفوح، اما هما لهنا نحنا في تونس ما نستحقوش نزيدوه فحات. هما لهنا يعملوه ما يعملوش مالح برشا على الناس اللي تبدا مثلا مريضه ولا حاجه، ينقص فحات ونقص ملح. المهم بعد ما تشحت مليح حطيت عليها الخضره متاعي البصل والطماطم. الفلفل نخليه اخر حاجه خاطر في ساعه ما يذبل هاكا. نخلطهم مليح، ندخلهم هكا باش البصل والطماطم يدخلوا من اللوطه ويطيبوا معانا هاكا. بعد نجي نحط عليهم شوي زعتر، شويه تبل وكرويه، وحطيت شويه فحات مشكله هكا، وحطيت الفلفل الاسود وشوي فلفل احمر حلو اللي هو البابريكا، تجي تحطوا حار كما تحبوا. فما ناس يحب يحط لها طماطم حكه. نحط الملح ونخلط هذاك الكل مع بعض ونخليوه يطيب وكيكه سله سله اللي تذبل البصل والطماطم هاك. بعد ما ذبلوا كما تشوفوا هكاكا، شوفوا كيف انهم ذبلوا. توا نجي الفلفل متاعي ونحطه. كان عندكم فلفل الوان زاده يا حبذا. انا حسيت تويك الفلفل اللي هو شوي باش نزيد نكمل هكا نص الفلفلايه الاخرى. ومن بعد حطيت لها هكا يجي 4 مغارف ماء مش برشا باش تبدا هكا جوسي شويه باش تطيب العظم ما تبداش شايحه هاك. شوفوا توا باش نحط العظم تاعي. حطينا العظمه الاولى، نزيد نعمل هكا بالمغرفه كيف الحفره ونحط العظمه الثانيه، ونزيد نعمل حفره اخرى ونحط العظمه الثالثه، وكل عاده نكمل العظمه الرابعه هاكا. وتنجموا تديروا عليها شويه ملح هكا العظم والفلفل الاسود وتغطيوها وتخليوها لين اكل العظم تطيب. شوفوا انا عريت نتفقد فيها نلقاها مازال طايبه برشا من داخل. عاود غطيتها لين طابت. ما نحبوهاش طايبه برشا يعني اللي شاده روح، نحبوها هكا رايبه شوي.
المهم حضرت معانا كيما تشوفوا كيكه، حطيت عليها شويه معدنوس وتاكلوا صحه وبالشفاء. تجوا تعملوا فيها ساندويتش هكا والكل. ان شاء الله تعجبكم عجة المركز على طريقتي بالطبيعه. واذا عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل حاجه جديده نعملها.